إذا المشاهدين الكرام كما كنشاهدوا في هذه الصور اعتداءات الخطيرة اللي قامت بها جماهير الأهلي المصري على الجماهير ديال الجيش الملكي، وذلك في ملعب الأهلي في العاصمة المصرية القاهرة. كما كنشاهدوا يعني هذا الاعتداء الهمجي الخطير من طرف الجماهير الأهلي على الجماهير المغربية. يعني كانوا كيلعبوا في دور أبطال إفريقيا، نادي الأهلي مع نادي الجيش الملكي، وهنا كنشوفوا الاعتداءات الخطيرة من طرف الجمهور ديالهم علينا على الجماهير المغربية. يعني هذا هو الكاف. ها الكاف شنو كيدير في هذه القارة ديال إفريقيا؟ ما بقاوش كيحملوا المغرب، نظمنا لهم احسن كاس افريقيا وحاقودين علينا، ودابا كيضربوا لنا ولادنا، كيضربوا لنا ولادنا ديال الجيش الملكي اللي مشاو يلعبوا معاهم تما في القاهره، كيضربوهم بحال هيدا. فين هو الكاف؟ فين هي الفيفا؟ شو ولادنا كيتضربوا؟ شوفوا كيرميوهم بالماء. هاد الهمج هادو، فهاد الفعل هذا الهمجي ديال هاد الناس، هاد المصريين هادو. يعني جيتوا عندنا المغرب، استقبلناكم، رحبنا بكم، هذا هو يعني الفضل ديالنا، هو ضربوا الناس ديالنا ديال الجيش الملكي جاو يلعبوا معكم مباراة ديال كرة القدم كما كنشاهدوا، كيضربوهم بالقراعيد الماء وكيضربوا الجمهور ديالنا. شو على المصريين، شو ما تفكيناش مع الحبالي ديال الجزائر، جاونا المصريين. الروينه نايضه مشاهدينا الكرام في ذاك الملعب ديال القاهره ديال الدولي ديالهم في العاصمه ديالهم، وكيضربوا لنا ولادنا، كيضربوا لنا الدراري ديال الجيش الملكي. ها انت، ها هو ضرب عليه، شير عليه بقرعه الماء. شوف ها دابا تلعب معاهم كرة القدم، هادو تمشي عندهم وتلعب معاهم كرة القدم. مش هادشي دابا. شوفوا ضربوا لنا ملاعبي. شوفوا هذا لاعب ديال الجيش الملكي كيتضرب. مشاهدينا الكرام ما خصناش يا سيدي نسكتوا على هذا الشيء. شوفوا واش هذه مباراة كرة القدم بالله عليكم؟ شوفوا ضربوا اللاعب. الروينه نايضه كانوا بحال اللي حالفين فينا، بحال اللي انت ضربوا اللاعب. شوفوا الارضيات كامله عامره بمقذوفات ديال المياه. شوف شو لا حاله، شو اللاعب شنو دايرين فيه. شوفوا الله يزار في الوجاه، يعني المياه، القارورة المياه في الارض، وهذا داخل كيقول لهم بركه. ما فهمنا والو اخوتي من افريقيا وهاد ابطال افريقيا. ولكن مع ذلك نطمنكم مشاهدينا الكرام ونفرحكم بان فريق الجيش الملكي رغم هذا الشيء كله تأهل الى دور الثمانية في بطولة دوري ابطال افريقيا رغم هذا الشيء كله. اش هذا الشيء هذا؟ واش هذه كرة قدم ولا ما فهمتش. حالفين فينا من كأس افريقيا، وهذا الشيء اللي كيبان لي انا مشاهدينا الكرام انهم مازال حالفين فينا. يعني ما فهمتش. حنا درنا لكم احسن كاس افريقيا، رحبنا بكم، كنتوا في اكادير، احسن منتجع، كنهضر على الفريق المصري. يوم مالكم من هذه الحاله؟ كترميو هذا الشيء، مالكم؟ وكضربونا اللاعبين كما شاهدنا هنا، هما كيضربوا اللاعبين وكيرميوهم بالقارورات ديال المياه. شوفوا هذا كيدل على ان المصريين حلفوا فينا وحلفانين فينا، يعني مع ديك كاس افريقيا. يعني حنا هما السبب باش هما تقصاو من كاس افريقيا. وهذا الشيء اللي كان كيقول ديك المدرب ديالهم، ديك الحمق، ديك جوج الخوت، ديك المدربين ديال المصريين. قال لك اسيدي المغرب هو السبب باش تقصاو. قال لك اسيدي كانوا في الاوتيل فيه الناموس. قال لك اوتيل فيه الناموس وحنا السبب باش تقصاو، جبناهم في القطار، جبناهم في التي جي في القطار السريع، سحب لهم راه جبناهم بحال القطار ديالهم ديال الصعيد. عرفتوا ديك القطار ديال الصعيد ديال مصر اللي كيعمل زين كيمشي شويه زين. حنا جبناهم في التي جي في، قال لك جبناهم في القطار.
ودرناهم في بلاكونا، ما عرف شنو كيقولوا اسانسير، راه ما عرف شنو كيقولوا الفندق في مسار. قال لك درناهم في بلاكونا، قال لك اسيدي درناهم في بيليسيون، ما درناهمش في اوتيل، حنا درناهم في منتجع على البحر في اكادير، تا واحد ما يحلم به. وشافوا الملاعب وشافوا كل شيء، في الاخر كيتهموا ان المغاربه هما السبب باش خرجوا من كاس افريقيا. ولكن اذا جينا نشوفوا المباريات الاولى ديال الفريق المصري في المغرب في كاس افريقيا اللي كانت في اكادير، الجماهير المغربيه كامله كانت مع مصر كامله. وايضا يعني الجماهير المغربيه تشجع اللي بغات، تشجع مصر، تشجع كوت ديفوار، تشجع الحبشلوفو، اللي بغات تشجع انت مالك، راه هي اللي مقطعه التيكي وهي اللي داخله تفرج باش تشجعك انت يا المصري سكون انت. وحلفانين فينا مشاهدينا الكرام، يعني بقاو كيتسناو الفرصه تا جا واحد النادي مغربي مشى لعندهم يلعب معاهم هاد كاس افريقيا، لعب معاهم هاد دوري ابطال افريقيا، وبقاو حالفين. وانت كتشوفوا كما شاهدنا اعمال الشغب، مدرجات كيضربونا بقوارير المياه وكيضربونا بالقنينات ديال المياه وكيضربوا اللاعبين واللايزر والروينه باش زعما ما نتاهلوش. ومع هاد الشيء كله راه تاهلنا الدور الثمانيه. واش نشوفوا دابا الكاف واش دير شي عقوبات المصريين؟ ما غاديش دير عقوبات. يعني كما شاهدنا في السابق ديك المهزله ديال نهائي كاس افريقيا، لاعبين السنغال بقاو نص ساعه ولا ربع ساعه مابغاوش يلعبوا، دخلوا غرفه تبديل الملابس وضروا لنا الشغب والروينه، والجماهير السنغاليه بقات كتكسر في الملعب ديال مولاي عبد الله اللي مخلصينه بفلوسنا حنا مغاربه كمغاربه. وفي الاخير الكاف دارت عقوبه ضدنا حنا كما شاهدنا في ديك المهزله ديال العقوبات. ايوا ها هي هذه القرارات ديال الكاف، هذه هي النتيجه. هما دايرين الشغب وما كاين لا كره لا روح رياضيه لا والو. ومصريين وبغيتو نتوما نبقاو نديوها فيكم بحال الحبل شي الجزائر ولا مالكم؟ راه صاحبي ديوها في ديك ابو الهول ديالكم وديك الاهرامات اللي مصدعينا في راسنا حنا عندنا ابو الهول، عندنا الاهرامات، رمسيس الثاني، ما نعرف شكون رمسيس الاول. سيروا عطيونا اتساع. جا عندكم الفريق ديال الجيش الملكي المغربي يعني باقي حقودين، يعني حقدين علينا من كاس افريقيا، يعني احنا السبب باش طرتهم من كاس افريقيا. الحقد اخوتي والله الحقد. وهنا كيبانوا يعني اللي معانا واللي ضدنا. مراد كاس افريقيا عرفنا بزاف د الحوايج، وهي الحوايج كتبين يوم على يوم ونهار على نهار. يعني مابقاوش كيحملونا هاد الافارقه، مابقاوش كيحملونا مره. اي فريق مغربي يمشي شي بلاصه خصو يرد بالو حدا راسو. ردوا البال اخوتي وحديو راسكم. راه المغرب هرب عليها افارقه بزاف، هربنا عليهم، هربنا على هاد القاره. حنا الحال ديالنا هو هاد المغرب هذا يمشي يبعد لهاد افريقيا، هذا هو الحل. الله يا ودي تنا الدرجه كاملين كتضربوا في القراعيد الماء كما شاهدنا هنا. لاعب يعني تضرب حتى هو. هاد الحقد كامل فيكم، باقي حقودين على كاس افريقيا، وحنا ما عندنا تدخل فيكم، نتوما ما لعبتوش كره وطيرتوا. اش ما داخل عندنا حنا قال لك لا اسيدي الجمهور ديال المغرب كيصفر لا مسار في كاس افريقيا. واش نتوما حماقه ولا واش هذا الكلاخ ديالكم ديال الاهلي؟ هذاك مسار مخربقه اخوتي الصراحه. عندهم هذا الفريق الاهلي وفريق الزمالك ودائما عندهم الروينه مع بعضهم، وديك مرتضى منصور والروينه والدراهم، فهمتوا؟ هو دابا باغيين يطبقوا هذا الشيء تاع لنا حنا الجيش الملكي، لا فريق الجيش الملكي كما شاهدنا. راه خصنا نطالبوا اشد العقوبات على هذا الفريق هذا وعلى هذا الشيء اللي داروا اليوم، وعلى التصرف اللي ضربوا اللاعبين ديالنا ديال الجيش الملكي المغربي بهذه القنينه ديال الماء. وكما شاهدنا واحد اللاعب تضرب. يعني خص الجامعه الملكيه لكره القدم تقدم شكوى عاجله الى الكاف. وكما كنعرفوا على ان الكاف واخا تقدم راه ما تعمل لك والو، تقدم ولا لا تقدم. حنا شفنا العقوبات اللي دارت على السنغال. يعني حنا اللي تقاسينا في المباراه النهائيه ديال كاس افريقيا كما شاهدنا ديك المباراه العجيبه الغريبه اللي عمرها ما غتعاود بحالها يمكن. وفي الاخير حنا اللي العقوبات حنا اللي خديناها، السنغال ما خدات والو. دابا واخا الجامعه الملكيه تقدم احتجاج للكاف على هذه المباراه هذه وهذا السلوك المشين
لا الجماهير الاهلي ولا الناس ديالها المنظمين، يعني كنظن على ان الكاف ما غاديش دير حتى حاجه، ما غادير لهم حتى شي عقوبات، واقيلا غادي دير عقوبات على فريق الجيش الملكي. هادشي اللي كنعتقد. شوف فين وصلنا يا مشاهدينا الكرام مع هاد الافارقه اللي كنا ديما كنكبروا بهم، وعملنا لهم احسن كاس افريقيا ما يحلموش بها، بقاو حاقودين علينا. كما شاهدنا هنا انهم خصهم غير فوقاش تجيهم فرصه باش يبينوا ديك الكره ديالهم على المغاربه. هاي النتيجه، انهم فريق ديال الجيش الملكي حيت انه مغربي بداو كيرميوه بقنينه ديال الماء وكيضربوا الناس ديالنا واللاعبين ديال الجيش الملكي. اذا كما شاهدنا مشاهدينا الكرام، هذا التصرف هذا الخطير جدا والهمجي ديال نادي الاهلي، مشجعين ديال النادي الاهلي تجاه نادي الجيش الملكي، وذلك في اطوار مباراه ديال دوري ابطال افريقيا. ولكن رغم كل هذا تمكن نادي الجيش الملكي من التأهل الى الدوري الثمانيه في بطوله دوري ابطال افريقيا لكره القدم. اذا شكرا مشاهدينا الكرام على مشاهده الفيديو، وتبخروا على بزر اللايك والاشتراك في القناه. اراكم تهمون دائما الى اللقاء في فيديو اخر. تحياتي.